السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناتكم منوعات آدم. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم المباريات المنتظرة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة عملاقين من عمالقة الكرة الأوروبية، ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي. هذه المباراة ستكون ضمن منافسات دور ال16 التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025. هذه المباراة تعتبر من المواجهات الأكثر إثارة هذا الموسم، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب ليعزز فرصة في التقدم إلى الدور التالي، خاصة وأنه سيستفيد من عامل الأرض والجمهور في مباراة الإياب على أرضية ملعبه الشهير سانتياغو برنابيو. من جهة أخرى، مانشستر سيتي يمر بفترة صعبة في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس بفارق نقاط كبيرة عن المتصدرين ليفربول وأرسنال، مما يجعله يركز كل جهوده على دوري الأبطال لتجنب خروج مبكر من البطولة الأوروبية الأهم على الإطلاق. ترتيب الفريقين في البطولات المحلية: ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة من 23 مباراة. مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 24 مباراة، وهو ما يعكس تراجع نسبي في الأداء المحلي. المباراة ستجمع بين أسلوبين مختلفين من الكرة. ريال مدريد معروف بأسلوبه الهجومي السريع والاعتماد على النجوم الكبار مثل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. مانشستر سيتي بقيادة المدرب المخضرم بيب جوارديولا يتميز بأسلوب تكتيكي يعتمد على التحكم في الكرة والهجمات المنظمة. موعد المباراة: ستقام المباراة يوم غد الثلاثاء 11 فبراير 2025 على ملعب الاتحاد، وسيتم نقلها مباشرة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت القاهرة. أما عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومان سيتي، فتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. لا شك أن هذه المباراة ستكون مليئة بالإثارة والتحدي، وسيحاول كل فريق فرض سيطرته لتحقيق الفوز. تابعونا لننقل لكم كل التفاصيل قبل وأثناء المباراة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا توقعاتكم في التعليقات. من برأيكم سيتأهل لدور الثمانية، ريال مدريد أم مانشستر سيتي؟ شكرا للمشاهدة ونراكم في الفيديو القادم.